السلام عليكم ورحمة الله. أنا محمود. وأنا منا. أهلا بيكم في قناة فهمناكم. قبل أي حاجة خلينا نجاوب على سؤال المرة اللي فاتت. الإجابة الصح هي إن الإلغاء بيوقف قاعدة قانونية سليمة وصحيحة بس للمستقبل. أما البطلان فده بيمحي القاعدة من جذورها كأنها ما جاتش الدنيا أصلاً. ودلوقتي يلا بينا في دقيقة نراجع اللي قلناه قبل كده. اتفقنا إن القانون بيبدأ يتطبق على الناس كلها أول ما يتنشر في الجريدة الرسمية، ومحدش ساعتها يقدر يقول معرفش بالظبط. وكمان عرفنا إن الأصل هو إقليمية القوانين، يعني قانون بلدنا هو اللي بيحكم أي حاجة بتحصل على أرضنا. النهاردة بقى يا أبطال فهمناكوا هنكمل ونعرف إيه اللي بيحصل لما قانون قديم يتشال ويتحط مكانه قانون جديد، وإزاي أصلاً بنفهم الكلام اللي في القانون لما يكون مش واضح. فجهزوا نفسكوا وركزوا معانا. يا منا، أول موضوع هنتكلم فيه النهاردة هو مبدأ مهم جدا اسمه عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون. ومعناها العلمي ببساطة إنه من اللحظة اللي القانون بيتنشر فيها في الجريدة الرسمية، المشرع بيفترض إن كل الناس خلاص عرفته. يعني محدش يقدر يغلط ويجي يقول القاضي أصل أنا ما كنتش أعرف إن ده ممنوع. ده افتراض ضروري عشان البلد تمشي والناس تطمن إن القانون واحد على الكل. بس خلي بالك، القاعدة دي ليها استثناء واحد بس، وفي أضيق الحدود، اسمه القوة القاهرة. تمام يا محمود. والقوة القاهرة دي عشان نفهمها، تخيلوا معايا كده إن لا قدر الله حصل زلزال أو سيل رهيب وراح عازل محافظة كاملة عن باقي الجمهورية. يعني لا في نت ولا جرايد ولا أي طريقة يعرفوا بيها إن في قانون جديد نزل. أهل المنطقة دي بس في الحالة المستحيلة دي هم اللي يقدروا يقولوا إحنا ما نعرفش، لأن وصول المعلومة ليهم كان فعلا مستحيل. ممتاز. طيب خلينا دلوقتي نروح لنقطة تانية، وهي النطاق المكاني لتطبيق القانون. يعني بنسأل سؤال، القانون بتاعنا بيتطبق فين وعلى مين بالظبط؟ والإجابة في مبدئين أساسيين. المبدأ الأول وده الأصل هو مبدأ الإقليمية. معناه إن القانون المصري بيسري على أي حد بيعمل أي حاجة جوه حدود مصر، سواء كان مصري أو أجنبي. المبدأ التاني بقى وده استثناء، هو مبدأ الشخصية. وده معناه إن القانون المصري ممكن يفضل مطبق على المصريين حتى لو سافروا بره مصر، بس في جرائم معينة وخطيرة بتمس أمن الدولة. وبرضه مبدأ الإقليمية ده مش مطلق. في ناس على أرض مصر ممكن القانون المصري ما يطبقش عليهم، زي الدبلوماسيين الأجانب ورؤساء الدول اللي بيزورونا. دول بيبقى ليهم حصانة دبلوماسية بتحميهم بناء على اتفاقيات دولية. مظبوط. يعني الخلاصة من الآخر كده، أي حد من أي جنسية طالما حط رجله على أرض مصر يبقى قانون بلدنا هو اللي يمشي عليه. الموضوع بسيط، اللي يغلط في بيتنا يتحاسب بقانون بيتنا. تمام. طيب، زي ما القاعدة القانونية بتتولد وتعيش ليها كمان عمر افتراضي وممكن تموت، موت القاعدة القانونية ده بقى بنسميه في القانون الإلغاء. والإلغاء ده بيحصل بطريقتين. الأولى سهلة ومباشرة، اسمها الإلغاء الصريح، وده لما القانون الجديد يجي ويكتب كده بالنص يلغى القانون رقم كذا لسنة كذا. الطريقة التانية بقى اسمها الإلغاء الضمني، ودي بتحصل لما القانون الجديد ينظم نفس الموضوع اللي كان بينظمه قانون قديم، بس بأحكام مختلفة تماماً، لدرجة إنه يستحيل نطبق القانونين مع بعض. حلو قوي. عشان نفهم حتة الإلغاء الضمني دي، تخيلوا معايا إن كان في قانون قديم بيقول إن عقوبة سرقة حاجة معينة هي الحبس 3 سنين، وبعدها بكام سنة طلع قانون جديد بيقول إن عقوبة نفس السرقة دي بالظبط بقت 5 سنين. هنا بقى القانون الجديد مش محتاج يقول أنا لغيت القانون القديم، هو بمجرد وجوده بحكم جديد متعارض مع القديم يبقى القديم اتلغى لوحده خلاص. مثال ممتاز. والمثال ده بقى بيفتح علينا أهم وأعقد مشكلة في موضوعنا النهاردة، وهي تنازع القوانين من حيث الزمن. يعني نعمل إيه لو واحد ارتكب جريمة في وقت كان فيه قانون قديم شغال، وعلى ما اتقبض عليه واتحاكم كان نزل قانون جديد؟ القاضي هنا يحكم بأنهي قانون فيهم؟ المشكلة زي ما انتوا شايفين كده على الخط الزمني، الجريمة حصلت هنا والقانون القديم هو اللي كان موجود، وبعدها بشوية قبل المحاكمة نزل القانون الجديد. يا ترى القاضي هيرجع بالزمن ويطبق القانون القديم اللي كان موجود وقت الجريمة، ولا هيطبق القانون الجديد اللي موجود وقت المحاكمة؟ الحل هنا بيجي من مبدأ دستوري أساسي اسمه مبدأ عدم رجعية القانون. المبدأ ده بيقول إن القانون الجديد بيطبق على اللي جاي، على المستقبل، لكن ملوش دعوة باللي فات. ما ينفعش قانون جديد يرجع بظهره ويعاقب الناس على أفعال عملوها في الماضي، وده طبعاً ضمانة مهمة جداً للعدالة واستقرار حياة الناس. بالظبط كده. يعني القانون مش آلة زمن. تخيلوا لو قانون نزل النهاردة وقال إن التدخين في الشارع بقى جريمة،
هل ده معناه إننا هنقبض على كل الناس اللي كانت بتدخن في الشارع امبارح؟ أكيد لأ. القانون بيبص لقدام، ما بيبصش لورا. طيب، آخر نقطة معانا النهاردة، أحياناً نصوص القانون نفسها بتكون مكتوبة بلغة مش واضحة قوي، أو كلمة معينة ممكن يكون ليها أكتر من معنى. هنا بقى بنحتاج لحاجة اسمها تفسير القانون. التفسير ده ليه 3 أنواع رئيسية. أولاً التفسير التشريعي، وده البرلمان اللي عمل القانون هو اللي بيعمله عشان يوضح قصده، وتفسيره ده بيكون ملزم للكل كأنه قانون. ثانياً التفسير القضائي، وده اللي القاضي بيعمله وهو بيحكم في قضية، وده بيكون ملزم في القضية دي بس. وأخيراً التفسير الفقهي، وده مجرد آراء وشرح أساتذة القانون في الكتب، هو مش ملزم بس القضاة بيستفيدوا منه كتير. عاش يا أبطال. كده خلصنا رحلتنا مع تطبيق وتفسير القانون، والخلاصة إن العدالة بتقتضي إن القانون دايماً يبص لقدام للمستقبل، وما يرجعش للماضي إلا في حالات استثنائية جداً ومحددة قوي. ودلوقتي جينا لوقت سؤال التحدي. سؤال النهاردة بقى محتاج تركيز. احنا قلنا إن القانون ما بيرجعش لورا. طيب، لو نزل قانون جديد أصلح للمتهم، يعني خفف العقوبة، بدل ما كانت إعدام بقت سجن، هل ممكن هنا نكسر القاعدة ونرجع لورا ونطبق القانون الجديد الأخف ده على واحد كان ارتكب الجريمة في ظل القانون القديم ولسه بيتحاكم؟ فكروا كويس، ومستنية إجاباتكم في الكومنتات، وأول إجابة صح هنقولها المرة الجاية. ما تنسوش اللايك والشير والجروبات بتاعتنا في الوصف. سلام يا أبطال قناة فهمناكم. سلام.